ولازم يبقى عندك آلية لتنفيذ هذا التصور. لازم يبقى عندك برنامج زي بالظبط. الانتخابات بالظبط. الحقيقيه يعني. فخلاص انتوا يعني عايزين هذه الفرصه، هتاخدوا هذه الفرصه، بس لازم نقول للعالم كله شبابنا شكله ايه، ونفخر بالشباب اللي هيطلع ده، انه عنده رؤى وتصورات وقادر يقف في مناظره وقادر يقف قدام الناس ويشرح وجهه نظره ويدافع عنها ويقدر يعمل بحث، عشان تعرف ان هو لازم يبقى معاه تيم كامل يدير الحمله الدعائيه الانتخابيه بتاعته، في باحث وفي واحد خاص بالمناظرات وكتابه السبيتش بالظبط. يعني بنحاول موديل، يعني موديل للانتخابات. فان شاء الله يعني يمشي زي ما احنا عايزين ونحاول نعمله. طب انا عندي فضول اعرف ايه الشروط، ايه المواصفات، الناس اللي بيتم اختيارهم دول اللي ينجح منهم هيكون مصيره ايه بالظبط، يعني هيروح فين كده يعني. احمد، الشروط سهله جدا ومش صعبه. يعني اولا سنه بس من 16 24 سنه. ما دي صعبه اهي. مش صعبه. كنت عاينه على وزاره الخارجيه على فكره. الاب والام مصريين، انه يكون جد، ودي اهم حاجه بقى. جد، اهم حاجه انه يكون جد جدا. جاي يهزر يعني. مش جاي يهزر ومش داخل مسابقه او سلام، ومش مجرد ان هو بيقول انا كان نفسي، انا عارف ان الوزير الفلاني ما بيشتغلش فانا هبقى وزير فهعمل وهسوي، مش بس كلام. يعني يبقى عنده فعلا اهداف لحملته ويشتغل عليه. بالظبط. برنامج انتخابي، كلام واليات فعاله، مش مجرد هزار. طب احمد، كان في تعاون حقيقي ما بينكم وما بين الوزارات الفعليه بقى اللي موجوده دلوقتي، ولا الموضوع بعيد شويه؟ لغايه دلوقتي ما فيش بيننا وبين الوزارات الحقيقيه لينك مباشر. بس عايز يعني استاذه نهال ممكن تقول لحضرتك ان هي لا، هو في اتصالات قائمه وفي ردود فعل واضحه. يعني احنا جات لنا تليفونات، جات لنا فاكسات من شخصيات عامه وبارزه بتساند الفكره وعايزين يساندوها بكل الطرق. فاحنا عندنا ثقه كامله ان الوزراء فعلا بيدوروا على شخصيات عامه. يعني مين، يعني ايه صفاتهم يعني؟ شخصيات عامه، اعضاء مجلس الشعب واعضاء مجلس الشورى. يعني في معارضه للموضوع، في مسانده، في مسانده جامده. في مسانده جامده. انا بالصدفه كنت قابلت دكتور احمد درويش وكنت قلت له على الفكره، فكان رد فعله ايجابي جدا. قال لي طب انا عايز اقابل الولد ده. قلت له احنا لسه بنعمل فيه. قال لي طب لما يطلع انا عايز اقابله. مين؟ اسمه دكتور احمد درويش، اللي هو الوزير التنميه الاداريه. ايوه. فقلنا طب هاجي، هو عايز يقابله. قال لي لو حل لي مشكله من فعلا كل ولد يكسب في وزاره يقابل الوزير الفعلي ان شاء الله. هي دي البلان، هي دي البلان. يبقى مستشار الوزير. ما انا قلت لدكتور احمد كده، قال لي يشتغل معايا ما عنديش اي مشكله. طب هي الناس اللي هتكسب فعلا في الموديل ده يعني هيروحوا فين؟ هتبقى بس مجرد ايه، زي لعبه وخلاص؟ لا مش لعبه. هي هيوصل في الاخر لمرحله خلاص احنا اخترنا الحكومه اللي متالفه من 6 وزارات دول الافتراضيه. يعني الافتراضيه. هيبتدوا ان هم يعملوا تصور 6 وزارات. هم ايه بقى الوزارات اللي 11 وزاره. 11 وزاره. لو احنا لقينا المتسابقين في اي وزاره منهم على غير المستوى، على دون المستوى، مش هنلغي الوزاره تماما. لانه مش شو. هو مسألة ان احنا عايزين نطلع للناس، الناس اللي بيفكروا وعندهم فكر وعندهم، فما عندناش اي مشكلة احنا نتراجع عن ان احنا نستمر في وزارة ما. لو في وزارة مش حاسين انها مش حاسين بتقدم جديد خلاص. طبعا. دي هتحصل ايه بعد كده بقى؟ هيعملوا مبادرة، مطلوب منهم هم يعملوا مبادرة. المبادرة دي كل وزير ليه برنامج انتخابي، هيحاول ان هو هياخد عين السيرة مثلا، هياخد اي منطقه من مصر، هيروح احنا هنطبق فيها، كل واحد هيطبق اجندته. لو وزير التعليم كان اجندته ان هو يلغي يقلل محو الاميه الى نسبه معينه، فهو مطالب انه يحقق النسبه دي في هذا المكان. فكل وزير هيبتدي يطبق الاجنده اللي وعد بيها الناس اختارته على اساسها في هذا المكان. بعد ما يعملوا المشروع ويحطوا له تايم لاين ويحطوا له الميزانيه المطلوبه، هيعملوا برزنتيشن قدام الناس، هيقولوا ده المشروع واحنا محتاجين الفلوس دي. هنبتدي بعد كده نشوف اليات تنفيذ هذا المشروع، واحنا متخيلين ان هتبقى في فاند ريزنج، يعني جمع سبونسرز هم اللي هيتولوا الموضوع ده وهينفذوا هذا المكان، وهيبقى ده السبوت بتاع مجموعه الوزراء دول. طيب احمد، لو نجحت يمسكوا الوزاره بجد بقى. لا احنا لحد هنا ده التصور وقف. بعد كده تخيلوا وقف هنا. لا ان شاء الله هيبقى في مدير الانتخابات او مدير مشروع. اخترتوا الفيسبوك لطرح الفكره على الناس. اشمعنى فيسبوك؟ اكبر تجمع شبابي على النت هو الفيسبوك. الناس كلها او الشباب بمعنى صح على طول قاعد على الفيسبوك. بيخش على جروبس، بيخش على ابلكيشن معينه بيملاها فاحنا
حاولنا معلش يا نستغل أحمد، اكتر يعني هو حاجه. اكبر تجمع شبابي، بس انت شايف ان نسبه الشباب اللي يصلح انه يمسك وزاره حتى لو كانت وزاره افتراضيه نسبه عاليه من شباب الفيسبوك، ولا الموضوع كلنا شباب الفيسبوك. في شباب كلنا هم. في شباب ايجابي كتير جدا على الفيسبوك. تمام. والا ما كانش في جروبات طلعت زي الجروب بتاعنا مثلا اللي هو بتاع احترم نفسك، لسه في رجاله بالظبط. مصر بالتحرش. ما كانش في جروب طلع عشان في جروبات طبعاً. 20 مليون مصري ينظفوا مصر في يوم. فاهم؟ فهي الموضوع كله ان في احنا في اهم تجمع على النت عايزين ناخد منه الحاجه الايجابيه. بالظبط. مش شرط ان دايما الناس تقول لك ايه اصل الفيسبوك جمهوريه ومش جمهوريه، ففي حاجات سلبيه كتير فنبعد أكيد عنه. في حاجات إيجابية بالعكس برضه. خد منه الايجابيه وابعد عن السلبيه بتاعته. هو مش هي احدى الادوات، ليست الاداه مش الوحيده. الاداه الوحيده. لسه بتدرس واحنا ماركتينج. اداء اهو كمان. انتوا اداه مهمه جدا. يعني معظم الناس اللي بتملى الاستمارات مطلوب ان احنا يقولوا عرفنا منين. كتير قوي كاتبين اسامي القنوات اللي احنا طلعنا فيها. طيب بس اكيد هيبقى في زي فرز للاستمارات دي ويختاروا لا، احسن لسه طبعاً. الكوادر ما والناس دي لسه تبتدي إحنا تترشح. ان شاء الله. طيب الناس اللي بتتفرج علينا اللي عايزين يقدموا في مشروع الوزاره في العماره يعملوا ايه بالظبط؟ يخش على الجروب بتاع الفيسبوك كلمتنا، سيرش كلمتنا بالانجلش. بالانجلش. اوكي. او تين ستاف فانز، او الوزاره او الانتخابات شبابيه الوزاره في العماره. تمام. او ممكن كمان يخش على السايت الموقع الالكتروني بتاع المجلتين كلمتنا mag.com او teenstaffonline.com. تمام. كلمتنا ايه؟ ماج. كلمتنا ماج .com. ماجازين يعني. تمام. ويخش يملى الاستمارة اونلاين. يعني قدامه الاثنين جروبس اللي على الفيسبوك او الاثنين ويب سايتس بتوع المجلتين. بالظبط. بصراحة يعني بجد بنشكركم على الفكرة الجميلة، المبادرة الإيجابية جدا دي. الشباب المصري مليان طاقات بجد، يعني كل ما الواحد بيقعد وسط شباب واحنا منهم يعني بتحس ان في طاقات فظيعة جدا، بس نفسهم تتوظف في مكان او تتوظف في حاجة او تتوظف في خطة او يبقى في مشروع وسيستم معين يتحط فيه. طاقة كبيرة، ويا ريت الموضوع يبقى اوسع من كده واكبر من كده. استغلونا يا جماعه، احنا عايزين نستغل بجد، عايزين نستغل. هقول كلمه اخيره بس. انا نفسي عشان الناس كلها اللي بتتفرج عليكم دلوقتي، انا عايزه اهم حاجه الاهالي يقفوا ورا اولادهم. طبعا. محدش يهد. انا بيجي لنا تليفونات كتير وبتجي لنا ايميلات كتير، انا عايز بس بابايا بيقول لي ركز في مذاكرتك، ركز. مذاكره مهمه، لكن يعني في الاخر كام واحد بيطلع بشهاده بكالوريوس، كام واحد بيطلع بشهاده ليسانس؟ يا جماعه احنا محتاجين الناس هيستفيد تدريب وهيستفيد خبره في التعامل مع الناس وهيعرف كونتاكت. فيعني لازم نساند التجربه دي بكل ما اوتينا، والا بعد كده محدش يزعل ان مفيش آلية المشاركه السياسيه الشبابيه. بالظبط. متهيألي ده لازم يكون موجود، وفي جامعات في مصر موجود فيها الموديل زي الموديل الارب ليج اللي كان بيتعمل في الاي اس سي في الجامعه الامريكيه. يعني في الحاجات دي تدريبات للممارسه الديمقراطيه. الناس ما عندهاش اي فكره عن الموضوع ده، فده حلو ومهم. هم داخلين معانا المودلز دول مقدمين مرشحين نفسهم كتير. وبعدين يعني وفي الاخر يعني هو كفانا هروبا من اخطائنا. بالظبط. تعالوا نمسكها نعالجها ونحلها ونتعامل بايجابيه. ونتعامل بايجابيه، مش نقعد نقول لا ما فيش فايده، لا ده احنا محبطين، لا ده كذا وكذا. كفايه شتايم بقى، نركز في الفعل. في الفعل بالظبط. كفانا كلام بجد. بنشكركم. نهال واحمد بنشكركم جدا على الوقت اللي قضيناه معاكم، وبنتمنى لكم نجاح المبادره دي. اعتقد انها هتنجح نجاح عظيم ان شاء الله. نوريهم الرسمه يا كريم بقى يقولوا يعلقوا عليها. طيب انا قبل ما نختم الفقره يعني خلينا ناخد تعليق من نهال ومن احمد. رسمه شايفينها على بلازما اهي. هو المأذون بيكلم العريس، طبعا شايفين العروسه عامله ازاي. المأذون بيكلم العريس قبل ما يكتب كتابهم او يعني قبل ما يتجوزهم. تعليق يا نهال وتعليقك يا احمد. مش شايفه العروسه، الوحش مش العروسه. هتطلع اهي. ها اقعد معانا شويه عشان هخلعها. هخلعها. حلوه والله. طب اكتبها يا كريم، ممكن نقولها لعمرو سليم. احنا في انتظار طبعا تعليقاتكم واتصالاتكم على الرسمه بتاعت الفنان عمرو سليم. راجعين بعد الفاصل.